12 في نفس المكان ان شاء الله رب العالمين. بس هيبقى في عملي وفي معرض للمنتجات اليدويه والهاند ميد، وفي حاجات كتير قوي هنتكلم فيها عن الديكور، هنتكلم عن بقيه المهن اللي احنا ما قدرناش نوفرها. وطبعا اعذروا لنا النهارده عندنا اكثر من 15 مداخله كانوا عايزين، بس وقت القاعه وانا فعلا مش هقدر يعني اطلع واحد وما اطلعش الباقي يعني عشان انا من دلوقتي هو فاتح المؤتمر الجاي اللي عايز سبيكر او يخش معانا، انا عناية الاثنين. الحاجه الثانيه المفروض يعني عشان ما حدش يزعل، في المؤتمرات احنا محددين بتايم، يعني لو القاعه بتتأجر بتايم، لو زاد التايم بتدفع عليه فلوس، وانا ما خدش من حد فلوس او ما بعزمش حد من مؤتمراتي بفلوس، فببقى ملتزم بدفعها من جيبي. وانا مش ملتزم او احنا في المؤتمرات احنا كل الناس حبايبنا وكلهم اخواتنا، بس انا مش المفروض ان انا كل مره اكرمك بدرع، يعني انا بكرم كل مره 2 3 على قد ربنا ما بيفتح عليا. انما اكون ان النهارده تيجي الناس تقول انت ما كرمتنيش وانا بكرمك من جيبي، فانا لما بكرمك مره بكرمك بدرع، مش كل مره هقدر اكرمك بدرع، لان الحمد لله رب العالمين الكل اللي قاعدين دول اخواتي واصحابي، فعشان اعمل لكم دراع اصلا يعني تطور فمالهاش لازمه. فخلونا كده على قدنا، احنا بنكرم كل مره 2 3 ما كرموش قبل كده، فاللي يكرم ما يزعلش، واللي يكرم ان شاء الله لما ربنا يفتح علينا هنكرمه تاني، او انتوا تدفعوا وانا اكرمكم. صح. ما يبقاش كله بلاش. ليه بقى هضطر اعمل حاجه ثانيه؟ هعمل لكم حضور المؤتمر بتيجي زي ما الناس بتعمل حبيبي والله العظيم مع حاج فصل. الله اكبر عليك. تعالوا بقى نتكلم في الخلاصه بتاعت المؤتمر النهارده. مؤتمر النهارده ما كانش بيتكلم على ان الست والراجل. ده مش موجود ومش متوافر عندنا، واحنا مش قاصدين كده من المؤتمر. احنا قاصدين من المؤتمر ان كل واحد فينا ليه شغلانه لما بيحضرها. بس احنا اتكلمنا النهارده عن المراه واخترنا لحضراتكم 20 مهنه النهارده قدمت لحضراتكم كل مهنه ايه اللي فيها. كل مهنه عشان واحده تكون تتكلم فيها عارف فيها. طب انا اسكت بقى. اختم المؤتمر على كده يا جماعه، اختم المؤتمر انا ما عنديش مشكله. المقصود من النهارده من المؤتمر والخلاصه منه ان المراه مراه والرجل رجل. التكنولوجيا يا جماعه زي ما هي حلوه هي مساويها، وكل ما تعلى التكنولوجيا بتاخد من حاجه اسمها المينتال نافيجيشن. المينتال نافيجيشن دي هو الذكاء الطبيعي او الذكاء اللي انت ربنا سبحانه وتعالى فطرك عليه. عمل صفر مش بالجسم والله، انزل اقلب عليك واطلع من شبرا، سيبك من طيار ودكتور والكلام ده، انا من شبرا مصر يعني دخول عندنا كده. تعالوا بقى نتكلم تاني عشان يبقى خلصنا الموضوع بتاعنا. احنا ده 14 مؤتمر عن الاعلام الرقمي، وكل مره بنتكلم فيه عن حته منه. اتكلمنا عن الاعلام وعن الاستثمار وعن الاقتصاد وعن تنشئه الاطفال وعن الاعلام في الاعلام نفسه، ازاي الاعلام يضر وازاي الاعلام يفيد. حد كده من الموجودين قدامي يقول لي هنت كده صغير في اقل من 30 ثانيه عن الاعلام الرقمي. سوبر جميل. طب اسالكم سؤال تاني. التكنولوجيا لما علت واحنا المفروض ان احنا دلوقتي في عصر الرقمنه، هم عايزين ان الست والست الشرقيه بالذات. انا كان عندي كذا حاجه بس انا هكلمكم عن حاجه يمكن طبعا كلكم احسن مني فيها، اتفاقيه سيداو. حد يعرف عنها يعني اتفاقيه سيداو؟ طيب اتفاقيه سيداو دي للناس اللي المفروض ان احنا في السوشيال ميديا والنت واعلام رقم والحاجات دي اللي عايزه تحول المراه الشرقيه للمراه الغربيه. انا في المؤتمر الجاي ان شاء الله بما ان يعني الحمد لله الواحد ده في تقريبا من 99% من بلاد العالم هكلمكم عن تنشئه المراه ازاي بره. انما تعالوا النهارده عشان يبقى انجزنا واوجزنا واتكلمنا عن اتفاقيه سيداو، انا حافظها بس انا هتابعها لكم واحده. الاتفاقيه دي للاسف وانا بقولها للاسف مضت عليها معظم الدول العربيه. الاتفاقيه دي بتقول اول حاجه ان المراه بتساوي الرجل. ربنا سبحانه وتعالى قال في القران الكريم
وليس الذكر كالانثى ولا الذكر مثل حظ الانثيين. خلي بالكم بالكلام وخلي بالكم بالدفاعات دي، وخشوا للمين واتفرجوا على التكنولوجيا، وهل احنا صح ولا غلط؟ احنا بنتعرض لبره. احنا كلنا نفسنا نخش الجنه ونعيش زي الناس بتوع اوروبا، الكلام ده ما ينفعش. انما احنا بنعمل اخطاء، وخير الخطائين التوابون. ولو لم تستغفروا لتاب الله بكم واتى بقوم يستغفرون فيغفر الله فيغفر الله. وترفع الامان من الدنيا زي ما اتكلمنا في الاعلام الرقمي للقران الكريم بحاجتين. ربنا قال في القران الكريم: وما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. رفع الاول وبقي الثاني. بوفاه الرسول عليه السلام رفع الامان الاول. ما تفضلناش في الدنيا دي، مش بقول كده وانا شيخ، انا اسواقكم وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، لكن احنا بناخد بالاسباب. احنا فاضل لنا الاستغفار، والاستغفار ده بس مش عشان ربنا يغفر لك ذنوبك، لا، ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا نوح او قال لقومه: فاستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم اعلام رقمي في رقم 5. بس انا مش هتكلم عن الاعلام الرقمي في القران الكريم لان المؤتمر بتاعه خلص. انما احنا نرجع لاتفاقيه سيداو، واول واحده ان ازاي الست والراجل يتساووا. الحاجه الثانيه في اتفاقيه سيداو لا يسمح للراجل بالتعدد. وربنا قال في القران الكريم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ان خفتم الا تعدلوا فواحده. في التفسير بتاعها، عشان انا الحمد لله رب العالمين قريت 4 تفسيرات في القران الكريم، التفسير مختلف وهو بيختلف من جيل لجيل وبيختلف من زمن لزمان ومن موقع ومن بلاد. في بلاد محرمه زي تونس محرمه ان الراجل يتجوز غير واحده بس، محرمه، ده قانونهم، احنا مالناش فيه. انما احنا لما بنيجي نتناقش احنا بنتكلم على ما يرضي الله او اللي ربنا قاله. الحاجه الثالثه ان الاولاد ينسبوا لامهاتهم في التسميه، مع ان ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم قال: ادعوهم لابائهم. احنا كلنا اتنادى علينا يوم القيامه باسم امنا. انا يتقال لي رأفت البصري ومش عارف مين هيتقال له ايه. ليه؟ اكراما لستنا مريم. فيها نقاش انا عارف، بس احنا بنتكلم على الايه؟ المبادئ الاساسيه. لما نيجي نقول الرابعه: لا يوجد عده للمرأة، والقران يقول: والمطلقات يتربصن بانفسهن ايه؟ بعد 10 شهور. لما يجي سيداو يقول الراجل والست في الميراث واحد، مع ان ربنا قال: للذكر مثل حظ الانثيين. لما يجي سيداو تقول الراجل يمكنه الزواج برجل مثله، صح؟ والمرأة يمكنها الزواج بامرأة مثلها. والقرآن يقول في القرآن الكريم: أتأتون الذكران من الايه؟ من العالمين. سيداو بتاعت المرأة حق الإجهاض، وربنا بيقول: ولا تقتلوا ايه؟ أولادكم خشية إملاق. خشية إملاق. وفي آية ثانية: نحن نرزقكم وإياكم. سيداو بتقول المرأة ترتبط بمن تشاء وتنفصل متى تشاء، وتعود الارتباط متى تشاء. والقرآن بيقول: محصنات غير مسافحات ولا متخذي أخدان وليس أخدان. سيداو بتقول سن الزواج بعد 18. القرآن بيقول: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. والنكاح بيختلف من بلد لبلد. الست بتبلغ يا جماعه والراجل بيبلغ على حسب المكان اللي اتربى فيه. يعني احنا لو جينا زي كندا بيبلغوا عندهم بعد ال 25. لو جينا زي الايكواتوريال لاين، يعني عند الايكواتوريال لاين ودي اعلى درجه حراره اللي هو الخط الاستوائي، بيبلغوا من عند 5 سنين ل 6 سنين لان درجه الحراره عاليه. فما يجيش حد يقول 9 سنين واتجوز و11 سنه واتجوز، لا. النمو الطبيعي والبشري بيختلف على حسب درجه الحراره اللي موجوده. مع حاجه بقى علميه ان اساس الحياه هي درجه الحراره. ده اشرح لكم في المناخ اللي حضر الكوكب الاخضر حضرها. ماشي. لا انا من حقي انا صاحب المؤتمر ده. لا مؤاخذه يعني لما تبقى حاجه في الجيبه تقول 10 دقايق. بلاش بس انا كده. اوعى ماشي. المستشار ايمن النجار مدير التنفيذي الاكاديميه المهنيه للعلوم الحديثه. لا مش انا بما اننا برضه في المؤتمر النهارده وطلبت مني كذا مره، وكان ليا اخت عزيزه امبارح كلمتني على سؤال في النت وقالت لي الطياره بتطير ازاي؟ او ازاي الطيار بيعرف هو طاير فوق في الهواء ازاي؟ والسمكه عباره عن ايه؟ حد تخيل
السماء اللي احنا كل يوم بنبص لها الزرقاء دي شكلها عامل ازاي؟ ليس لها نهاية، ملهاش نهاية. بلاش توجه الناس دخان عباره دخان. بص يا عم، السماء اللي انتوا شايفينها الصافيه دي متقسمه شوارع وحارات وميادين وازقه صغيره، وفيها فوق شوارع بتتفتح في بير تايم، يعني بتتفتح وقت معين وبتتقفل وقت معين، وكل شارع وكل حاره ليها امكانيات طياره معينه بتطير فيها. انا جبت لكم اسهل خريطه كنت بطير فيها، ويعني ما حدش يصطدم عشان تعرفوا الطريق مجانين. هوريكم بس اسهل طريقه واقل شوارع موجوده في السماء موجوده. تخيلوا اي حد بيطير في طياره او اي ممكن طايرين بالطيارات، دي الخريطه اللي احنا بنطير بيها. شايفين كل الخيوط، كل الحاجات دي الطرق والميادين. دي السماء اللي انتوا شايفينها صافيه فوق دي ودي حته صغيره. السماء مقسومه اثنين، تحت 29000 قدم وفوق 29000 قدم. انا جبت لكم اللي فوق 29000 قدم عشان الشوارع فيها قليله، انما اللي تحت 29000 قدم انتوا حضرتك قاعدين كده في البراندا وبتشربوا النسكافيه، بتلاقوا طياره ماشيه كده وطياره عكسها وطياره يمين وطياره شمال. دي شوارع، والشوارع دي احنا بندرسها وقبل ما بتتغير. في حاجه اسمها الجيرسون، الجيرسون ده بينزل اب تو ديت لمده ساعه او ساعتين قبل الطيران، وانا بمضي على المشروع بتاع الطياره ان انا اطلعت على الابديت بتاع الخط الساحل او خط الرحله قبل ما نطلع بيها. فاللي قصدي اقول لكم ان احنا كلنا بنتعلم من بعض، كل واحد بيقف هنا بيقول كلمه احنا كلنا نستفيد منها. المفروض ان احنا بنحترم وبنسمع له، المفروض ان احنا بنحترم الجوب اللي هو بيقوم بيه، المفروض ان هو نستفيد بيها منه. انا لو كلمتكم بس عن الطيران والحاجات دي كلها، يعني في الخريطه دي بس انا بديها في 14 ساعه انجلش مش عربي. فبس انا حبيت اوري لان الناس فعلا كانت نفسها تعرف الطياره بتطير ازاي او السما دي عامله ازاي. والله العظيم دي ابسط خريطه، يعني حتى مكتوب عليها من مره واحد واثنين اللي هو الامتدادات بتاعتها كلها. بالنسبه للمطبات، المطبات دي حاجه اسمها كرنت وداون كرنت، بتفرق في الطياره في مسابقات الهواء، لان الهواء اللي انت شايفه ده متقسم. احنا من 0 لغايه 8500 فيت الهواء كله زي بعضه. بعد كده الضغط بيقل، لما الضغط بيقل وفي هواء نازل وهو طالع بسبب تمرير درجه الحراره بيحصل حاجه اسمها الاب داون كارنت. طب لو انت عديت على جبال، الجبال دي تعتبر حاجه اوبستكلز عوائق، فلما بتعدي عليها الهواء بيتغير، الضغط بيتغير، بيحصل حاجه اسمها الاب كارنت والداون كارنت. لو الطياره ماشيه بتعدي من ده بيحصل حاجه اسمها اير جاب، فجوه هوائيه، فدي يحصل لك الاب كارنت والداون كارنت. لو انت دخلت في منطقه كلاودي يعني فيها سحاب كتير والسحاب ده بيتقسم، مش عايز اوجع دماغكم دي، بس في منطقه في احنا لازم نعمل باص ونترك الفواني دي او نعمله افويد. لو حاجه اسمها نيوتن بس اللي هو السحاب الركابي، وده بيحصل فيه اللو بريشر تحتيه بيبقى اقل من 500 ملي بار. لو حصل بطيار ودي عمرها ما تحصل، اللي بيحصل اللي هي فيها بيحصل حاجه اسمها ستاكشن من الطياره وتنزل تطلع على الارض من اي ارتفاع هي عليه. مش هخوفكم بس الطيران في سيف 4 مرات سيف، وبناخد دورات سيف من الطيران اللي بقى نتناقش فيها ونعمل لكم ان شاء الله بعد كده مؤتمر عن الطيران. اللي قصدي اقول له اسف لو كنت طولت عليكم، وان شاء الله لينا في المؤتمر ده ان شاء الله 29 12 في مصر ان شاء الله. بيسمحوا لي وبتاسف تاني للناس اللي كانت عايزه تتكلم وانا ما قدرتش اخليها تتكلم، وشكرا ليكم.